مدام ميس، هناك جهات تتهم دروز سوريا بالعمالة لإسرائيل، ما رأيك بهذا الاتهام؟ طيب هلا انا السؤال اللي كنت عم تساليني اياه بنفسك كنت عم بحكي. اذا لم نقم بتشكيل حاله من الفيدراليه اللي هي مبنيه على وحده الدوله، فسيسمح لكل من هب ودب ان يطعن في مكونات الشعب وان يمارس حاله من الاداء ضده. يعني اليوم اي مكون يخرج عن تصور معد مسبقا للاستحواذ على السلطه بكنف جمهور السلطه الحالي الجديده وبنفس العقلية اللي عانينا منها سابقا، فأي حدا عم يحكي فورا تهمه جاهزة. كل ما في الأمر أنه لا تريد الناس أن تعود إلى حقبة استبدادية تجعلها تعاني ويعاني أجيالها ربما ل50 أو 60 سنة قادمة. ليش عم يتهموا؟ شو المؤشر اللي بيعطي أي إيحاء بأنه هم عملاء أو متهمين؟ يعني حتى أنا ما بدي دافع بهذه القصة كتير. ليش؟ لأنه اليوم معطيات تغيرت. اليوم بشو عملاء لمين هن؟ عم يتهموا بالعمالة لمن؟ يعني عم لإسرائيل. بحكي انا وانت عم بيتهموا بالعمالة لمن؟ هم لإسرائيل. عمليا بس ما سمعتك مشان انا بدي بتجاوب الجواب الواضح. اتهام بالعمالة لإسرائيل. طيب كويس كتير، خلينا نناقش هاي المسألة. من شان شو عم يتهموا؟ لا هن المنوط فيهم حماية الدولة، ولا هن المنوط فيهم أن يصرحوا باسم الدولة. هم عبارة عن جماعة كل ما تريده هو أن تكون محمية في هذا الوطن ومحترمة حقوقها ومصانة من خطاب التكفير وخطاب التخوين. لا عندهم ناطق رسمي موجود عم بيقوم بالنطق بهذا الحديث في المحافل الدولية أو بغيرها، ولا عندهم. هم عبارة عن جماعة تطلب أن تعيش بكرامة في هذا الوطن المجتمع. اللي عم بيقوم بهاي التصريحات اللي بعتقد اليوم تغيرت كثير من المعطيات. يعني إذا بدنا نتحدث بهذا الاتجاه، فمين اللي عم بيصرح بشكل رسمي بالتقارب والبحث عن التقارب مع إسرائيل؟ مين اللي عم يتخلى عن مهامه في المواجهة المطلوبة بالجنوب عندما تحصل تعديات من إسرائيل؟ مين اللي ما عم يقوم بهذه المواجهة؟ مين اللي عم يتهم مكونات الشعب بدل ما يذهب إلى واجبه في حمايتها وفي مواجهة العدو اللي هن حظهم العاسر أنهم متاخمين على بهذه المنطقة المتاخمة للعدو أو قريبة من جغرافيا اللي محتلة العدو. هذا كلام باطل، وهذا جزء من اللي كنت عم بحكيه. فدرالية مطلوبة حتى لا يتم استهداف الناس بهذه الطرق اللي هي طرق تعتبر يعني سلطوية بأبشع أشكالها، لأنه لا يتمكن جمهور من ممارسة هذا الأداء بدون تشريع سلطة. هذه ممارسات سلطوية وما بدنا نرجع لهذا المحل.